أخبار الساعة. صباح الخير. شكرا. صباح أستاذ، لاباس عليك؟ شكرا على الاستضافه، وبغيت نهنيك على التقديم ديالك، لان اولا واحد العدد ديال المنابر الاعلاميه مع الاسف عطات اخبار لا صدقيه لها واخبار خاطئه. اللي كاين في الامر هو انه السيد سعد المجرد كان اتهم من طرف واحد السيده فرنسيه بانه كاين اغتصاب واحتجاز. اولا الاحتجاز كان في الفندق، هذه ما كاينش احتجاز نهائيا. اوكي. الاغتصاب تبين والبحث تبين بانه ما كاين لا اغتصاب ولا والو. يعني انه سي ابراهيم الا سمحتي لي كتقولي لنا اليوم مباشره على راديو اصوات وصباح جديد مع رشيد انه ما كاينش اغتصاب وما كاينش احتجاز. كيفاش تحتجز شي وحده في الاوتيل واللي مشات على رضام ديالها باش تحتجز، وكاين الكاميرات اللي كيسجلوا كل شيء باين. ومشات خرجت ومشات دارت شكايه بسعد المجرد. كاينه انباء سي ابراهيم الا سمحتي لي، كاينه انباء اللي كتكلم هضرنا بزايد الحق قبيله في التقديم، وكنشكر كذلك انك نبهتي ليه ان بزاف ديال المواقع الالكترونيه جابت بزاف ديال الاخبار. كاينه انباء كتقول انه كاينين كاميرات مثلا شدوا الصوره ديال هذيك البنت وهي عاريه خارجه من البيت ديال سعد. واش كذب على كذب؟ كاميرات ما كيكونوش كذب على كذب، ما كيكونوش كاميرات غرف ديال الفنادق هذه معروفه، ولكن كيقولوا انه كاينين كاميرات في الكولوار. الكولوار واحد غادي برضا ديالو في كولوار طبيعي، ولكن غادي برضا ديالو ما كاين لا احتجاز ولا والو. كان اللي كان انه كان سوء تفاهم بينه وبينها. والان حنا غادي للتقديم هذا الصباح، والعداله غتقول الكلمه ديالها، وحنا كنثقوا في العداله الفرنسيه. والتحقيق مشى واستمعوا للشهود ولتبين بان سعد المجرد بريء من تهمه الاغتصاب وبريء من تهمه الاحتجاز. وهذه فقط هذه 8 شهور، وكنظن بان القضاء غادي يبين الا كاينه شي مكيده او مصيده وريحت لا، راه غادي القضاء يوري الاسباب ديالها وشكون المسؤولين عليها. سي ابراهيم الراشدي، كنذكر انك المحامي ديال سعد المجرد، محامي بهيئه الدار البيضاء. نسولك سؤال اخر الا سمحتي لي. كاين بزاف ديال الناس اللي تكلموا بطبيعه الحال قالوا انه كاين كذلك المحامي ديال السيده الامريكانيه اللي كان عندها مشكل شحال هذه. بزاف ديال الهضره اللي تقالت، بغيت عافاك هي من عندك توضيح اكزاكتومون. وسعد بطبيعه الحال قالوا البارح انه كذلك تم اخلاء السبيل ديالو، عارفين انه مازال تحت الحراسه النظريه. اللي يمكن لك تقربنا واحد شويه اكثر من هذا الشيء سي ابراهيم؟ هذه القضيه ديال المحامي الامريكي ما كايناش نهائيا، لانه القضيه ديال الميريكان تحلات شحال هذا تحلت القضيه الامريكان. فيما يخص شنو النقطه الاخرى؟ النقطه الاخرى هو انه بزاف ديال الناس قالوا انه البارح تم اخلاء سبيل سعد المجرد. لا ما كانش اخلاء، ولكن ان شاء الله كنطمنوا ان هذا الصباح التقديم يكون تحل المشكل ان شاء الله. ان شاء الله. سي ابراهيم عندي لك سؤال، واش تلاقيتي بسعد طمأنتي عليه؟ كيف داير الاحوال ديالو؟ ولكن الاستاذه عائشه انصار رشيدي التقت به، هي اللي كانت مع اثناء التحقيق في الضابطه القضائيه. كيف دايره النفسيه ديال سعد؟ بغينا نقربوا ديالو. حسب ما وصل لي بان نفسيته مرتفعه وهو متيقن من بانه بريء، وان شاء الله غادي يكون خير هذا الصباح. شكرا لك بزاف سي ابراهيم الراشدي، كنت معنا مباشره من باريس. لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم الجديد.